مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم ولقائنا الإخباري المكثف المتجدد يوميا هنا الإسكندرية. هنا الإسكندرية زي ما تعودنا مع حضراتكم هو عبارة عن 3 نشرات إخبارية ب3 لغات مختلفة، بالإضافة إلى الفقرات الخارجية المسجلة. مشاهدينا، النوبة من الأماكن الساحرة في بإناسها أو بسكانها، الناس الطيبين اللي تم تهجيرهم، ناس بتحب مصر جدا، مكان جميل جدا. يمكن استضافت مدينة الإسكندرية معرض التراث والمنتجات النوبية. الزميل ماجد كشك كان هناك ووافانا بهذه الفقرة المسجلة. معروضات محافظة أسوان لها مذاق خاص، وأيضا المشغولات اليدوية لمحافظة أسوان أيضا لها مذاق خاص. لما أبناء أسوان بينزلوا محافظة اسكندرية بمعروضاتهم بيبقى فيه إقبال من أبناء اسكندرية لمعروضات محافظة أسوان. معانا حضرتك طبعا ليكي معرض في مركز النيل للإعلام النهاردة، واخدة شق من التراث الأسواني. تكلمينا عن المعرض. التراث النوبي الأسواني. التراث النوبي الأسواني، المشغولات بتاعتنا بتاع أسوان احنا بنشتغلها وبنطلع معارض عندنا حاليا في البلد في أسوان، عندنا في المكان، بس هنا في اسكندرية وفي مركز الإعلام دوت المدام مها مرعي هي اللي أشرفتنا على المكان وعلى الاسكندرية، وهي اللي جابتنا في المشغولات دي. إقبال أبناء الإسكندرية للمعرض بتاعك إيه؟ لا الحمد لله إقبال جميل، إقبال جميل خالص 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 يعني، والحمد لله. وأشكر المدام مها مرعي والله على الإقبال، على المشوار اللي عملته لي معايا. التراث النوبي بقى في لما بتلف المحافظات بالمعروضات بتاعتك، مدى الإقبال على التراث النوبي؟ لا التراث النوبي إقبال جميل خالص بره، يعني في القاهرة وفي اسكندرية بيكون جميل خالص 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 يعني الإقبال بتاعه. أنا سعيدة جدا جدا، ما عندكش فكرة، يعني مبسوطة قوي قوي إن منتجات أسوان والناس أسوان الطيبين والمنتجات اليدوية الرائعة بتاعتهم هناك، يعني إن هي تطلع لحيز النور وتشوف محافظات تانية ونفتح لهم أسواق. الناس دي منتجاتها في منتهى الجمال وعندهم الإرادة. إحنا كلنا كشعب مصر لازم نمد إيدينا. أهل النوبة الطيبين، السياحة لما تدهورت في الفترة الأخيرة خلاص ده يعني بيوت كتيرة اتقفلت. إحنا واجبنا في محافظة اسكندرية وفي كل المحافظات إن إحنا نعمل للناس دي أسواق، إن إحنا نتيح لهم الفرصة انهم يطلعوا بمنتجاتهم البيئية الجميلة. عندهم المنتجات الخوص والكروشيه والنول، عندهم السوداني الكركديه، حاجات أسوان الرائعة دي لازم ناخدها ونطلع بيها أسواق، نشوف أماكن في النوادي، في المراكز التجارية، في المول، هنا في مركز النيل للإعلام. كلنا لازم نشجع ونمد إيدينا للمنتج المصري. أنا مش بقول كده تحيز، أنا كنت في أسوان عملت حلقات لقناة طيبة هناك، وبعد ما خلصت برنامج الأكل اللي بعمله في قناة طيبة وبعمله هنا في تلفزيون اسكندرية، خلصت ولقيت منتج رائع جدا في الأسر المنتجة، فلفت نظري، قلت ليه ما ناخدش المنتجات دي نفتح لها سوق هنا في اسكندرية. فاتصلت بالأستاذ عزة مصطفى مدير مركز النيل للإعلام، وبالأستاذ حاتم فهيم اللي هو ماسك الجمعية الأهلية اللي بالمشاركة مع مركز النيل للإعلام عاملين المؤتمر ده، وطلبت منهم ان احنا نعمل ترابيزات على هامش، يعتبر معرض على هامش المؤتمر، نعرض فيه منتجات الأسر المنتجة الجميلة، مش عشان بس هي أسر منتجة، عشان فعلا منتجاتهم روعة حلوة تستحق ان احنا نطلع بيها في التصدير كمان. أعزائي المشاهدين، نرجو أن نكون قد قدمنا الفقرات المفيدة. غدا بإذن الله مجموعة عمل جديدة. شكرا، ونلقى حضراتكم في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.